السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني قد كده. يا ريت تحطوا لايك وتعملوا اشتراك في القناه اللي ما اشتركش وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. كنت جايبه فرخه واستعملتها، اخدت منها طلعت منها بانيه واتفضل عندي وركين. طب احنا 4 افراد، هنعمل ايه بالوركين دول؟ هيكفوا؟ هيكفوا. هنعمل احلى صينيه فراخ بالفريك وتكفي 4 افراد. تعالى اوريكي هنعملها ازاي. عندي هنا وركين، هجيب الورك كده واقطعه على 2. الحاجه بقت غاليه، ف الاقتصاد بقى مهم دلوقتي. في كل بيت لازم نقتصد، ما ينفعش نمشي زي الاول. نقطعها كده على 2. نجيب الورك التاني اهو، نقطعه برضو على 2 كده. نغسلهم بقى. تعملي حته صينيه فراخ بالفريك، انسي بقى. الحاجه مش بكميتها، ممكن حاجه قليله تطلع عسل عسل عسل. انا بشيل الفشه اللي جواها، ما بحبهاش، بحس ان هي بتزفر الفراخ. يعني تغسليها بالخل وتغسليها بالليمون، كل واحد وطريقه غسله. في ناس بتغسل بالدقيق والخل، وفي ناس بتغسل بالليمون. في كذا طريقه لغسيل الفراخ عشان ما تبقاش ريحتها زفر. وفي محلول بيتعمل للفراخ حلو قوي، او عموما كل الطيور. محلول كده بتحطي فيه كوبايه سكر، نص كوبايه ملح وكوبايه سكر، وبيبقى حلو قوي قوي. دلوقتي بقى احنا خلاص قطعنا اهو كل الحاجات اهي. هنا طبعا هنا تمام. نجيبهم كده، نجيب صينيه نقطع بصلايه كده حلوه. عندنا طبعا فريك الكميه اللي انت عايزاها، عايزه ربع كيلو، عايزه نص كيلو، براحتك خالص. في ناس على فكره بتاكل الفريك ده بدل الرز لان هو ما بيتخنش خالص، بس معايا انا هيتخن عشان انا بظبطه جدا، بخليه دسم. هقطع هنا بقى بصلايه حلوه كده. الوصفه دي تنفع في عزومه تبقى محترمه، ينفع ده طبق رئيسي على فكره، يتحط في السفره كده، يتعمل جنب منه صينيه بطاطس، يتعمل جنب منه طبق ملوخيه. انا هعمل النهارده طبق ويكا. انا كان عندي ويكا في الفريزر فطلعت كيس ويكا، قلت الطبق ده عايز ايه؟ ملوخيه او ويكا كده، حاجه تتاكل بالعيش يعني. فانا زهقت من الملوخيه بصراحه، فقلت اطلع ايه؟ كيس ويكا احسن. هبقى اعمل لكم كل التفاصيل التخزين اللي انا بخزنها، بس انا بخزن بكميات قليله عشان مفيش فريزر. لكن اللي عنده يعني فريزر ربنا كرمه يعني بفريزر هيخزن طبعا بكميات كبيره. هنا بقى ابدا احطها على النار. هبدا هنا احطها على النار. حطيت الطاسه كده، الصينيه كده على النار، وهجيب بقى معلقه سمنه. هندلعه الوركين، هو مش خروف بس هندلعه.
معلقه سمنه حلوه محترمه كده. انت ممكن من الوركين دول تعملي وصفات جميله جميله جميله. وعايزه اقول لك في حاجات تحفه بتتعمل من وركين بس، مش لازم يعني فرخه كبيره ولا لازم ديك رومي ولا لازم حاجه. الاسعار دلوقتي بقت غاليه، واعتقد ان الحاجات يعني حاجه زي دي اكله بسيطه. وركين لما تجيبيه ما تجيبيش فرخه كامله. في ناس ما تقدرش ان هي تجيب فراخ، بما ان اسعارها بقت غاليه، بما ان الحاجه بقت مولعه. فكل واحد وامكانياته. قادره تجيبي فرخه وتحشيها اعملي كده، قادره تجيبي وركين اعملي، قادره تجيبي اجنحه وتعمليها بنفس الطريقه اعملي. كل واحد وطريقته وامكانياته. هنشوح كده الايه، البصل. بالمناسبة البث بتاع امبارح عنوانه كلام من القلب ده. حبيت فكرة العنوان انا شخصيا، وعايزة اعرف كمان انتوا حبيتوا فكرة عنوان من القلب. عايزة اقترح عليكم اقتراح حلو قوي. ايه رأيكم لما نعمل بث كل اسبوع مرة، ونتكلم في اي موضوع اجتماعي، يعني يخص الحياة اللي احنا عايشينها، يخص اي حاجة بعيد عن الاكل والشرب والحاجات دي خالص. فاللي حابب ان انا اعمل الاقتراح ده يكتب لي في كومنت، ونتفق مع بعض ان شاء الله كده بينا في الاسبوع. كل اسبوع كده نعمل بث، نتكلم بقى براحتنا ونتناقش في موضوعات كتير، ونشوف الاصلح ان احنا نعمله ايه، ونشوف الصح يتعمل ايه، ونتناقش في حاجات كتير حلوه. هنا هبدا احط فريك. انا الفريك ده الصعيدي اللي هو الاخضر ده غسلاه طبعا ومنقياه كويس قوي. اوعي ما تنقوش كويس لو جوزك يضحك عليكي، لان لو حاجه في الفريك مش متنقيه حلو الاكله كلها باظت، بتبوظ طعم الاكل خالص. ودلوقتي بما ان الحياه غاليه، ليه ما تعمليش اكل يقعد يومين؟ يعني مثلا انا ممكن اقعد الاكله دي يومين. ليه نطبخ كل يوم؟ ليه نعمله اكل كل يوم؟ لا، انا ممكن بالاكله دي هعمل مثلا طبق ويك. طب طبق الويك خلص ولسه في عندي فريك مثلا بالفراخ، ممكن اعمل معاه بكره طبق ملوخيه، ممكن اعمل معاه بطاطس محمره، اقلي بتنجان بالخل والثوم. مشوا اموركم. الحياه دلوقتي بقت غاليه قوي، وربنا يعيننا على اللي جاي يا رب. هنا بقى احط ورق غار. احط هنا مستكه، هتحطي حبهان بقى وكده والحاجات دي. نقلبه كده، تفضلي تشوحي فيه حبه محترمين. وطبعا جوز الطيب، بشره جوز الطيب بتديله طعم وهمي، بتدي طعم الفراخ حلوه قوي.
بشرب جوز الطيب كده. تركيز مرقه الدجاج دي مش اجباريه، بس بحس ان هي بتعزز الطعم جدا جدا جدا. بس تكوني حاطه ماده دهنيه محترمه عشان تعرفي تشوحي الفريك، يعني تكوني حاطه ماده دهنيه محترمه. هنا بقى هنحط الفراخ كده اهي، وهنحط رشه فلفل اسود كده، بس رشه حلوه يعني. وكمان هنحط، احنا قلنا ايه، فلفل اسود، ورق غار، حبهان، مرقه، فصين مرقه اهو. ونشوح ده بقى كده مع بعضه، كل ده مع بعضه. انا مقطعه النار شويه تاخد وتدي مع بعضها حبه حلوين كده. نسيبهم كده مع بعض شويه. نحط شويه ملح عشان المرقه اللي احنا حاطينها مش كافيه ان هي تملح الفراخ. رشه ملح كده بسيطه. ماشي. وبعدين اخر حاجه نحط كوبايه ميه. هنحط هنا ايه، كوبايه ميه، كوبايه ميه كبيره. مش هنزود عن كده ميه عشان الفريك ما يعجنش. تسويه الفريك مش زي الرز، الفريك تحطيه قليل وتقلبي وتجربي. اذا كان الفريك استوى خلاص، اذا كان لسه ما استويش بتحطي له شويه ميه كمان وتوطي عليه وتغطي. انا هسيب ده كده، هعلي عليه النار لغايه ما يتشكشك مع بعضه كله، وهغطي عليه كده. ماشي. هنا معايا حله على النار فيها شويه شوربه صغيرين، وعندي اهو كيس الويكا اللي انا قلت عليه. كنت حاطاه في الفريزر. هسيبه يفك كده في الشوربه. وجنب الاكل ده مش هعمل حاجه غير ان انا هقلي شويه فلفل، اقليهم معاكم كمان بالمره كده. هخلي ده هنا، نطلع الفلفل، نقلي شويه فلفل. اللون بقى ايه الويكا. كنت عايزه اجيب بتنجان مخلل بس ما نزلتش السوق النهارده. وهي اكله بسيطه واكله سهله ما فيهاش تقريبا تكلفه كتير. انت هتجيبي بس كل الموضوع نص فريك وركي، ولو عندك
ملوخيه او جبتي ملوخيه. على فكره الملوخيه في السوق ده بتاع ده ب5 جنيه. او باقل الامكانيات هتعملي اكله زي الفل. هنحط هنا فلفل مشوي والموضوع خلاص على كده. اهي دي بتفك معاها. ودي اخدت الغلوه بتاعتها اهي شغاله. هسيبها لغايه ما تتشرب خالص. وهنا بقى الفلفل، هنا بقى الفلفل والويكه اهي على النار تفك. وبعد كده اعمل لها الطشه. وما تصعبيش على نفسك الامور، خلي الامور تبقى ماشيه وخلي امكانيات البيت تبقى سهله عليكي علشان تمشي امورك. النهارده حاجه حلوه، النهارده اكله زي دي، بكره مشيها اي حاجه، بكره مشيها اي حاجه، بعده مشيها مثلا اكله حلوه عشان الدنيا تمشي. ما لازم نمشيها كده عشان الامور تبقى سهله علينا، تبقى سهله على يعني المصروف بتاع البيت، تعرفي تسيستمي نفسك، تعرفي تدبري امورك، وان شاء الله الدنيا تبقى اسهل بكتير. عايزه اقول لك بقى هي هتاخد غلوه، وبعد ما تاخد غلوه محترمه وتحسي ان خلاص ان الفريك دخل في السوا، بنزلها في الفرن تكمل سواها في الفرن. اهو انا بقلب اهو، الميه اللي انا حطيتها اتشربت وحسيت ان الفريك فيه لسه جوسي، يعني ما شربش الميه قوي. هو كده مش محتاج ميه. هكمل كده سواه برضو. واول ما تدوقي ان الفريك خلاص استوى وان الفراخ خلاص استوى بس لسه بيضه، تحطيها في الفرن تتحمر من الوش وخلاص الموضوع كده انتهى. وكده اهو الفلفل كمان اتعمل اهو. نديله ايه بقى؟ رشه فلفل اسود كده. نديله ده رشه فلفل اسود ورشه ملح. رشه فلفل اسود كده. ورشه الملح. وهنا الويكه خلاص اهي بتفك. وهنا نوطي بقى ده عليه شويه. بقى خلاص كده استوى. ندوقه كده استوى. نعمل فيه ايه بقى؟ ندخله الفرن يتحمر هو الفريك. نشيل بقى الغطا منه خالص، نولع الفرن على الشوايه
لان هو كده كده خلاص ايه اوريدي مستوي والفراخ مستويه. هنولع بس الشوايه بحيث ان الفراخ تتشوى من فوق بس. نجيب بقى الصينيه دي ندخلها كده الفرن اهي، هندخلها الفرن هتقعد تقريبا مفيش 5 دقايق. هنا بقى نعمل ايه؟ هنا عملنا خلاص طلعناها من الفرن، هي سخنه هنقدمها مع بعض، بس هنعمل مع بعض الاول الويكه، طشه الويكه. حطينا معلقه سمنه كبيره، فصين توم مفرومين، هنحط شويه كزبره ناشفه كده، نشوح كده. نشوح كده لغايه ما تاخد لون، ما تاخدش لون جامد يعني. عشان ما تمرش. وبعدين نعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم. طشه زي طشه الملوخيه بالظبط. كده خلاص خلصنا. هنقدم بقى ايه؟ هنحط بقى ايه الويكه. انا مش عامله طبق ويكه كبير، انا عامله قصدي طبق ويكه كبير مش عامله كتير. نحط الاول ايه نجيب البطل ده الفريك شكله شهي جدا. من غير ولا اي حاجه، ده هي فلفل اسود شويه ملح مرقه جوز الطيب ايه تاني ورق غار حبهان ومستكه. حاجه سهله وبسيطه ومش حاجه مكلفه بالنسبه لناس كتير، واعتقد ان هي في متناول الجميع يعني، وبوركين بس. عايزه اقولك ان طعم الفريك وهمي وهمي. هنحط بقى الفريخ المحمره دي كده، بص شكلها يفرح ازاي، شايفين الطبق شكله يفرح ازاي. طبق شكله مفرح. هنا الويكه اهي، واصبحت انا خلصت كده النهارده. بصوا الاكل بسيط مش مكلف والله، وحاجه بسيطه. انا عارفه ان الفراخ غاليه بس وركين هيقضوا الغرض. وطبق الويكه ممكن تستبدليه بطبق ملوخيه وتحمري فلفل مقلي عشان لزوم يعني ان انت تحرشي الاكل. وهدوق معاكي بقى عشان اشوقك وتعمليها. هدوق معاكي الفراخ، هدوق معاكي
بسم الله الرحمن الرحيم. حلو قوي قوي قوي. وما تنسوش تعملوا لايك. يا رب يكون الفيديو النهارده خفيف عليكم، وتجربوا وصفه الفراخ بالفريك، وتعملوا اشتراك في القناه اللي مش مشترك، وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دلوقتي اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ويوم جديد مع بعض ان شاء الله.